كده، ده العيال كتير. طبعا احنا بصحى يا جماعه، نسيت اقول لكم ان انا طبعا ماسحه المنشر، لازم نكون ماسحين المنشر كويس. تمام. بقول لك يا بنت فاطمه، واحده من عند عمك محمد شعبان والمكسرات. بس بناخد شويه مكسرات كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اشمل انا غسلت الغسيل ده على ايدي صراحه يعني. الغساله بتاعتي بايظه. الغساله ايه بايظه يا جماعه. تمام. طبعا لما نشر الغسيل بنشره ايه على المقلوب، غسله ابيض وغسله اسود. بس بقى ايه بتاعت المشابك وقعت تحت. غسله على المقلوب، بنشر على المقلوب. شنطة المشابك وقعت تحت. قعدت بقى غسلت على ايدي كده وظبطت الدنيا على ايدي. دي بقى محتاجة مشابك الفترة. دي بقى محتاجة ايه المشابك انت احتياط. اسفر على قلم على ما اجيب المشابك. تمام. لازم يا جماعة بقى ننطر الغسيل كده كده اهو. لازم ننطر الغسيل قبل ايه؟ قبل ما نشر. والغسيل بتاعنا يكون على المقلوب علشان التراب والحاجات اللي بتحصل. تمام. وادي الابيض كمان غسلين اهو. طبعا احنا بصحى يا جماعه، نسيت اقول لكم ان انا طبعا ماسحه المنشر، لازم نكون ماسحين المنشر كويس. تمام. وعصير بقى ايه الغسيل بتاعنا حلو. هننزل بقى الشنطة بتاعت المشابك وقعت تحت. هنجيب كمان ايه نظبط الغسيل تاني كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الغسالة بتاعتي باظت. الكهرباء رايحة جاية وجاية وريحة وريحة وجاية جاية وريحة. طبعا انا لما بشوف الكهرباء بتقطع باجري بسرعة ايه افصلها لما تيجي اشغلها، لكن بقى ما بقاش موجودة محدش بيدور. تمام. باظت الدنيا يا جماعة. طبعا بغسل على ايدي عبال ما اشوف الغسالة بقى باين الموتور اتحرق. شوف هتروح الصيانة بقى ولا الصيانة اللي هتجيلها ولا هيسحبوها ولا ايه النظام. يسحبوها بياخدوها. بياخدوا الغسالة بيسحبوا التلاجة على الصيانة كده.
بقول لك يا بنت فاطمه، واحده من عند عمك محمد شعبان والمكسرات. بس ما ناخد شويه مكسرات كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اشمل ولا يمينه ولا السكر قافلها. قافلها؟ انت قافل دي ليه؟ انا بكره كده. لا مش مقفول. اه حط شويه عين جنب. اما شوفوا المكسرات بتاعتكم مرتبه كده يا احمد. ايه؟ هتشوفوا المكسرات بتاعتكم مرتبه كده. مرتبه والله المكسرات لسه موجوده. في حد بيحط المكسرات في الثلاجه؟ ايه؟ افتحي ده بقى كده. افتحي يا فاطمه. وانت بتاكلي اي حاجه وخلاص؟ سمسم بدوق. هي الحاجه بتاعتكم حلوت ولا هي طول عمرها حلوه؟ خد يا احمد. حبيبتي محمد فين؟ لا عايز محمد يجي له بعد شويه. هو لسه ماشي. قول له ام زياد جت. الحاجات ماشيه كده عند عمتي محمد. اجي قدام الكاميرا الاقيه جاي. محمد شعبان بتاعي يا جماعه السبوع مكسرات هتعبترنا كده. ومكسرات طبعا بسم الله ما شاء الله. مش شايفين حاجته حلوه ازاي. بس انا محترضه على المكسرات حاطه في الثلاجه طبعا هترطبها. ما هي نية اساسا. من حق ده من ده نيه. انا ناسيه والله ناسيه يا احمد. عندي حاجات العيد ميلاد وحاجات سبوع. كل حاجه عند محمد شعبان. وعنده كمان عطاره هي على جنب لوحدها. شايفين العطاره بتاعته بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله يعني 10/10. المكسرات طبعا كلها وكل الحاجه دي جماعه بقى بتوع الساحل الشمالي والصحراوي والجماعه دولت كلهم. واسعار جمله و10/10 يا جماعه. اديني رقم التليفون يا محمد يا احمد اما احطه في صندوق الوصف. هات رقم التليفون واحطه لهم في صندوق الوصف. وانا هات الشنطه بتاعتكم. حاجات التورتات كلها شايفين كل حاجه. شايفين الشوكولاتات حلويات. نمشي هنا كده تحت الفرن. كل حاجه. كمان عندهم شويه كراسي. بص التلاجة بص التلاجة فيها كل حاجة بسم الله ما شاء الله. كل حاجته مغلفة بسم الله ما شاء الله عليه. هنا يا فاطمة طعمه جميل جدا.
طعمه حلو قوي. ها؟ يلا فكرت محمد لحمه ولا في الكيس. انا هحط لكم اللي اهو يا جماعه رقم التليفون بتاع محمد شعبان اهو. كل حاجه موجوده عنده، حلواني، حاجه السبوع، حاجه العيد الميلاد، كل حاجه، المكسرات، كل حاجه. محمد شعبان. الحته اسمها ايه؟ شارع اسماء، يا شارع اسماء صح؟ مين؟ مجمع البردويل. البردويل؟ مجمع البردويل اللي احمد بيقول لكم عليه. تمام؟ الشنطه بتاعته كمان. منصور واحد انسى. يلا واحد انسى. الحاج يا احمد. يلا سلام عليكم. عامل كام؟ ليه كده؟ ده العيال كتير. عايزين العيال بتعيط، عايز العيال ده عامل كام بقى؟ لا ياما. بكام؟ ب10. ب5. احنا طبعا بنجيبش ده حلاوه مولد خالص ولا حاجات من دي، احنا بنجيبها علشان الموسم بتاعها، حاجات بتفرح العيال، وعشان كمان نفهم العيال عليهم ونشرح لهم ان دولت حرام ودولت حاجات غلط وكده. تمام؟ مش بنجيبها لهم يعني عشان عادات وتقاليد، لا، احنا هنجيبها لهم علشان نعرفهم ان الحاجه دي اصلا بحد ذاتها حرام كدين شخص. ده عامل كام؟ خلاص يا جماعه. ادي الشارع كده. امال ايه؟ لازم تنزل على اليوتيوب. ربنا يسعدك، كل سنه وانت طيب. عايز عليا لبنى درويش كمان على القناه على اليوتيوب. اشترك سبعة عشان تشوف نفسك. الله يبارك فيك يا حبيبي.